عايزة حلوى باردة كده ترطب علينا في الجو الحر دوت. تعالي شوفي، عملنا 3 طبقات بتدوب في البق دوب. بتبظ مانجا كده من كل حتة، بحباية مانجا واحدة بس. عملناها من غير ولا فرن ولا بوتاجاز. هي بس بتتحط في التلاجة من غير بقى اي اضافات، ولا بيض ولا دقيق ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. سهلة وسريعة وبسيطة خالص وجميلة جدا. بتبظ مانجا كده، وال3 طبقات فوق بعض كده بيدوبوا في البق حكاية. كل طبقة فيها أجمل من التانية، وحلاوتها إنها مش مكلفة خالص. لو جربتيها هتعمليها كل يوم من سهولتها وجمالها. لو أول مرة بتشوفينا، احنا قناة أكلة وترويقة. حطي لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. تعالي بقى كده هو نبتدي في اول طبقة. انا جبت الكبة بتاعتي وهحط فيهم باكوين بس من البسكوت السادة، بسكوت الشاي العادي خالص. هاخدهم كده احطهم في الكبة وهديهم ضربة، هنعمهم كده بالطريقة ديت. بعدين بقى انا مسيحة كده حوالي معلقتين زبدة او معلقتين سمنة، وهنزل بيهم كده فوق البسكوت، وهديهم برضو ضربة تاني في الكبة بالشكل ده كده اهوت. حطيتهم فوق منها وهديهم ضربة كده. انا عايزة البسكوت مع الزبدة كده ياخدوا ضربة كده مع بعض، ويبقى عامل زي حبات الرمل المبلولة بالشكل ده كده اهوت، شبه حبات الرمل بالظبط. بيبقى طعمه خرافة. دلوقتي بقى انا هحضر الكاسات بتاعتي او الكوبايات، او ممكن اي صينيه تحطيها فيها عادي مش مشكله. هاخد بقى طبقه كده هوت من البسكوت دوت، وهحطها كده هوت في الارضيه بتاعت الكاسات بالطريقه دي كده بالظبط. اخلص الكميه بتاعتي كده. انا بكون البسكوت عملولي 5 كاسات كده هوت، كل كاس خد حوالي معلقه ونص من البسكوت. كده خلصت كمية البسكوت. دلوقتي بقى انا هجيب اي حاجة كده عندك، ايد هون او اي حاجة. هبطط كده الارضية بتاعت البسكوت كده، انا عايزاها تبقى كلها متساوية، السطح بتاعها كده يبقى متساوي. هدوس عليها كده اهوت، هتبقى بالشكل دوت معايا. تعالي بقى دلوقتي نحضر الطبقة التانية. انا دلوقتي بقى هجيب كوبايتين كده من اللبن، هحطهم في اي حاجة عندي، في لبانة او اي حاجة. وهضيف عليهم بالظبط 3 معالق من النشا، وهضيف عليهم تاني معلقتين من السكر. هقلب كل المكونات ديت على البارد. انا دلوقتي بعمل كريمة او بعمل المهلبية. هقلبها كده دلوقتي على البارد كلها لغاية اما النشا تدوب معايا مع السكر، وبعد كده هرفعها على النار. انا هديها تقليبة حوالي 3 دقايق كده على النار، لغاية اما القوام يبقى متماسك معايا ويبقى بالشكل ده كده بالظبط اهو. قوام كريمي كده وسايح وجميل. هسيبها بس تهدى بس دقيقتين، لغاية اما احضر معايا حباية مانجا واحدة بس. هجيب كده حباية المانجا بتاعتي، اي نوع مانجا. انا المانجا ديت، هو انا الصراحة مش عارفة اسمها ايه، بس انا المانجا دي مسكرة جدا وجميلة قوي، عاملة زي الزبدة كده بتدوب في البق. هجيبها كده واحاول ان انا اقطعها كده مكعبات بالطريقة دي كده بالظبط. هو انا حبيت المانجا ديت كفت ال5 كاسات بتوعي، وما كنتش محتاجة اكتر من كده. دلوقتي بقى طبقة المهلبية هديت معايا خالص، هبتدي احطها كده فوق طبقة البسكوت بالطريقة دي. وممكن كمان تستبدلي طبقة المهلبية ديت بالكاستر، هتبقى جميلة جدا. انا بقى بعد ما حطيت طبقة المهلبية بتاعتي، انا هسيبها كده تهدى شوية وهحطها في التلاجة تتماسك في بعض قبل ما اجهز للطبقة التالتة. تعالي بقى دلوقتي، بما اننا هنعملها بالمانجا، فانا هجيب باكو جيلي مانجا. دلوقتي بقى انا هفضي باكو الجيلي بتاعي، وهكون محضره كوبايه ميه سخنه. هبتدي بقى ادوب الجيلي بتاعي كده علشان الجيلي يدوب خالص. وبعد كده معايا ربع كوبايه من الميه البارده، هضيفها على الجيلي وهقلبه وهدوب كله مع بعضه. هجيب بقى الكاسات بتاعتي. هنا طبقة المهلبية بقت متماسكة معايا حلوة، وهاخد طبقة من الجيلي بس كده خفيفة. هحطها الاول، انا مش هضيف الجيلي كله، هحطها كده في الكاسات كده كلها الاول. وبعد كده هجيب بقى مكعبات المانجا بتاعتي، هحطها فوق طبقة الجيلي بالطريقة دي كده كلها. هحط كمية المانجا بتاعتي فوق الكاسات. حطيت بقى كده المانجا بتاعتي كلها، مفيش اسهل من كده. هجيب بقى بقية الجيلي وهحطها بقى فوق الكاسات كده. اخر طبقة كده خلصناها خلاص. اخر خطوة هعملها بقى، ان انا هاخد الكاسات بتاعتي ديت وهحطها في التلاجة او في الفريزر لو مستعجلة عليها.
حاجات بسيطة جدا، اقل من نص ساعة وهتلاقي الكاسات بتاعتك بقت متماسكة وبالجمال دوت. ساقعة كده وترطب علينا في الحر دوت. 3 طبقات كده بتدوب في البق دوب، وبتبوظ مانجا وجميلة جدا. شايفين الجمال وشكلها سهلة جدا وبسيطة وسريعة ومش مكلفة خالص. حطي بقى لايك للفيديو لو عجبتك الطريقة، ما تنسيش اللايك. شايفين الجمال عاملة ازاي؟ ال3 طبقات كده تحت بعض كده وجميلة جدا. نوريني بقى بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديوهاتنا اللي بننزلها. بننزل كل يوم فيديو لوجبات اقتصادية وموفرة وعلى قد الايد. مع السلامة.